في موضوع آخر بهدف ضمان استمرارية خدمات التموين بالطاقة خلال شهر رمضان الكريم وضمان نوعية الخدمة المقدمة لزبائنها طيلة أيام الصيام، تحرص مديرية توزيع الكهرباء والغاز على تعزيز العامل البشري من خلال تدعيم فرق المناوبة والرفع من جاهزيتها استعدادا للتدخل السريع من أجل تصليح الأعطاب عبر كافة المواقع التابعة لإقليم الاختصاص. تقرير لحسام الدين العبيدي. في سياق شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الكهرباء، تواصل سونالغاز بذل جهودها من خلال تعزيز فرق الطوارئ لمعالجة أي انقطاعات في التيار الكهربائي بشكل فوري. أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز عنابة مخططا خاص لضمان استمرارية ونوعية الخدمة للزبائن طيلة الشهر الفضيل وبنظام 24 ساعة على 24 ساعة، وذلك بدعم الفرق التقنية المناوبة بفرق أخرى خاصة على مستوى مراكز التوريد لضمان التدخل الفوري والسريع عند الطلب أو عند رفع شكاوى للمواطنين. وتشيد سونالغاز بالتعاون الكبير من طرف المواطنين في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يساهم في توفير خدمة كهربائية مستقرة للجميع. سونالغاز متعلين في الحي وكنا عيطوا لهم ما يخليوناش، والحمد لله يعني قطع تريسيتي صباح كهرباء عيطنا لهم جاو قضاو لنا حاجة ما يخليوناش الحمد لله، وإنما حبينهم يزيدوا لنا في الكليراج. الغاز قايمين بالواجب والحمد لله مضوينها، من عيطوا لهم مستوى بقيله هكا عيطوا لهم جا، ولا كيما نقولوا احنا في اي وقت من عيطوا لهم يجيو يصلحوا الديبو اللي كاين. ومن خلال هذه الجهود تؤكد سونالغاز على التزامها بتوفير خدمة كهربائية عالية الجودة لجميع المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.